العقيد أحمد بن عبد الرزاق حمودة نيغوات لاغانسي الحواس إلول دي 1923 ذي همسونين ذوق قوار سيق قويرا اللوراس ذوق وماس انتخامت أثلي سيق مخصاص نيغسي الغناي ماني قلمذ القرآن غالباباس ذيه زاوية الجداد نس وذوق سقواس 37 يموت باباس ماني قبدو الخدمة ثوزنزي والتايت تغاوسا هجين أذيو يير لاباس وذي السن هيك بدن فم حورك القدر انت للي هذه مقراطيف إذا أنت دايري همسونين يسخرف باباس ومن بعد دي كتوفى باباس يتوفى دي 39 يبدو من بعد يموت باباس يبدو دي التجار يتجار كل حاجة يحبها يتجار دي السلاح من يكتوذفن باباس دق خامايا ويولى وخام الناس دا خامي شيرن يستنع ثد ممكيك التيليزيك وممكيك الدرهم دورة الناس ومتان تغاوسي وينك استخدام ديس من ينفسه الدار ننسى قعر من لاباس هالدار تيني جيون يسمر حابسي من دوكال الناس دي الوقت نفورث أرني غرتها كوزينت تغاوسي وين ذا الحرصق تدر من ينف ذو خامي شر نمقران وذيه الدار سيه الدار النس هي غاوسي وين ساق خدم ذي الفلاح مانيك تنطهلا ذيه زداية تمورث النس على خاطر زمولايا يسنى زال تمورث ذمته الله للي وبلا ما هنتوها الدارت النس نيضص سي الحواس يلا ذا مشاهد ذا مقران ذا زامول اللي يطفى غير تنظروف ويبد ذقو ذم الاستعمار سلنوع الناس كل وذقو خمايا النفق ضعيف نتصور التوريقين دي صناعة ممشي قلا سي الحواس انت دي سعيف الناس عبد الرزاق حمودة تلاغانت سي الحواس يولد دي 1924 يموت يستشهد دي 29 مارس 1959 يجبد الاسم الكامل الاسم الكامل بن عبد الرزاق حمودة المدعوسي الحواس أكد ما يستشهد سي الحواس ماشان يقيم ذقولا والنغ ونسنعاتي ثهر والنغ سوق سارثو غلو سارثو ماني قلزم في اللانغ ونتتوشا إذا مولنك بدن فتل اللي نتزاير وذقي من فاكرهن ونتغنى في اللسن استشهد في 29 مارس 1959 يجبد الثمر وسعادة ولاية المسيلة ومادام قيمني سورتات سني زامول نسن وتغنى في اللسن هزمرنا ذو يرن وذ نجحن ذهم دور تنسن